التشيع كان درجات إلى قيام الدولة الصفوية. كان هناك شيعي وشيعي غال أو مغال في التشيع يعني، وكان في رافضي وغال في الرفض. هذا كانت مراتب، ولهذا لا تستعجب عندما ترى مثلا بعض تراجم بعض أهل السنة يقال فيه تشيع. مثلا الأعمش يقول لك كان فيه تشيع. كان عامة أهل الكوفة فيهم شيء من هذا التشيع. عندهم كان معناه حب علي رضي الله تعالى عنه حبا قد يفوق حب الشيخين، لكن مع تقديم الشيخين عليه. فهذا بدعة، هذا نوع بدعة، ولكن لم يكن فيه سب ولا تنقص ولا شيء. ثم كان هناك غلو في التشيع، وكان هناك رفض لأبي بكر وعمر وأئمتهما، ثم غلو في الرفض بتكفيرهما وسبهما. وكان هذه المراتب كلها موجودة إلى قيام الدولة الصفوية. بقيامها أصبح الشيعة كلهم روافض، وبدأ ينتشر فيهم هذا الخط الذي يلغي ذلك الخير الذي كان بين الآل والأصحاب. بدأ يعظم هذه الكلمات المكذوبة على آل البيت والروايات المزيفة المفتعلة التي وضعها أبناء المجوس وأحفاد أبي لؤلؤة ليسبوا بها الفاروق والصديق وأشبههم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الآن يعني لعلنا عندما نتكلم وتعرض لكلام هذا الخاسر الخبيث بصورة أكثر تفصيلا، وأنا أحب أن أركز على كلامهم لأنهم يتكلمون بكلام ويجرون. نعم. وكما قلت يتعاملون مع أتباعهم على أنهم بقر لا يفهمون شيئا. يعني حضرتك ربما شاهدت الملفات الخاصة بالمحاضرات، رأيت. نعم. يعني تجد الأتباع وهم جلوس فعلا كما حضرتك تصف يعني بلا عقل، يعني يقول كلمات معينة كده يبدأون في الصياح كده الغوغائي بتاعهم ده، لعنة الله على مش عارف هو دين الغوغائية يعني، دين الغوغائي على ما يفعلونه يوم كربلاء وما بعده وما قبله من اللطم والتطبير وهذه الأمور التي يفعلها عاقل. التطبير هذا عشان المشاهدين بس يمكن ما يعرفوش اللفظ، اللي هو الضرب على الظهر بالسيوخ بالأسياخ والسيوف لإراقة الدماء. هذا الخاسر الخبيث الجاهل استدل بجوازه في لقاء مع إحدى القنوات اللبنانية، استدل بجوازه بقياسا على الحجامة. والله ده زي ما ابن حزم كان دايما يقول، هو ابن حزم من نفاة القياس ومن معارض القياس. يقول يعني وليس هناك أصلا قياس صحيح، يقول كده لأنه بينفي القياس ابتداء. يقول ولو صح القياس فهذا أبطل قياس على وجه الأرض. يعني إيجاب لجاب. الحجامة جاءت فيها أحاديث تأمر بها وتحث عليها وهي سنة النبوية، وسلم يقول إن يكن في شيء من أجلكم شفافة في شرطة محجم، يعني في الحجامة يعني. ويفعل صلى الله عليه وسلم وتفعل له صلى الله عليه وسلم. ولكن تطوير هذا من أمر به ومن فعله، وأي مصلحة في الحجامة هذه شفاء. وده أمر تقره الآن الدول الأطباء اللي حتى الأجانب منهم من الذين عندهم أقروا مؤخرا بصحتها وجدواها الفعالة في كثير من الأمور. لكن تطبير هذا إيش جدواه يعني؟ إنما هو أشبه ما يكون بصنيع النصارى إذ اعتقدوا أن الله تعالى قدم لهم نفسه حتى ينجي يكفر عن خطيئة مش عارف خطيئة البشر. طبعا هذا كلام لا يقبله إلا شخص مختل العقل. فأنا يعني أبغي نحن عايز بس يعني أنا بس كمان عايز أتمنى يعني إحنا هدفنا في هذه الحملة وفي كل البرامج عن الشيعة ومنهج الشيعة الضال، هدفنا هداية عوام الشيعة. نعم. فأنا أتمنى المشاهد إذا كان من عوام الشيعة ويتابعنا الآن أن ينظر كيف أنهم ينتقون الروايات ويكذبون في نقل الأخبار ولا يقولون إلا ما يخدم الأفكار الضالة السوداء. يعني ما رأيت أحدا من المعممين يقول مثلا ما ذكرت فضيلتك من كتاب نهج البلاغة وغيره في ثناء علي بن أبي طالب مثلا على أبي بكر وعمر، لا ينقلون هذا أبدا لأتباعهم. صحيح. وهذه من الخيانات العظمى. إذا ثبت لديك أيها الشيعي المتبع لهذه العمائم أن شيخك وإمامك كاذب، فعليك أن تفيق وعليك أن تبحث عن الحق وعن الصدق، ليس فقط أن تكون إمعة أو تابعي دون أن تفهم ماذا يقال لك وماذا ينقل لك، وهو كله هراء في هراء وكذب في كذب. أسف المقاطعة شيخنا الحبيب. مثلا هذا الخبيث في المحاضرة كان يقول يعني أن الشيخ محمد الزغبي وبعض الشيوخ الآخرين قالوا أنك ابن زواج مدعى فأنت ابن زنا، فقال أنا سأرد عليك وأخبرك من هو ابن الزنا بطريقته الخبيثة التمثيلية دي. فأم قايل فجأة كده إن ابن الزنا هو عمر بن الخطاب. نعم. كيف ترد؟ طبعا يعني هذه سخافة يعني الكلام الناس بيقول يعني بعض يعني يقولون المفتاح الجاهلي لسان الجاهل مفتاح حتفه. بعض الأغبياء قد يقول كلمة يودي بها نفسه في الدنيا والآخرة، وهذا كلام بلا خطام. يعني لا يصعب على أي إنسان هو يشتم أي أحد على وجه الأرض، إن الكلام كما يقول العوام ببلاش سهل. لكن الدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء، وهذا الدعي الزنيم مسمى بهذا الخاسر الخبيث
يعني قال كلاما يثبت به هذه الدعوة الفارغة السخيفة، كلاما يضحك الثكالى. لو سمعته أم فقرت ولدها في الصباح لما ملكت نفسها من شدة الضحك على مم. سخافة عقله وقلة فهمه وسدة غبائه واستغفاله لمن وراءه من الغشم المغفلين. يعني انظر كيف يستدل على ذلك. يقول إن عمر ليه ابن زنا بقى عمر؟ قال لك لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، وعمر كان حلافا مهينا. الحلاف المهين ده هو عمر. كيف عمر حلاف مهين؟ قال إن أثبتنا أن عمر كان حلافا مهينا لأن هناك حلفه وقسمه وعهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يوم والسلام. الحديبية مم. عندما بايع البيعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ونكس هذه البيعة بفراره كما تفر الجرذان يوم حنين. تمام. طبعا هذا كلام كما يقول العوام سمك لبن تمر هندي. ايه داخل دي في دي في دي ما تعرفش. الحلاف دوت، الحلاف عندما يفهم هذا، طبعا هذا انا ما اخاطب هذا الجاهل، هو اما مغفل او بيستهبل، ان هو ما هو هو طبعا غبي، بيستهبل يعني. او بيستغبى هو عنده يعني. أجندته طبعا الخفية. هو واضح ان هو طبعا هو مرتزق، يعني يقبض على هذا الكلام السافل الذي يقوله، لكنه يستغفل هؤلاء الذين لا يفهمون شيئا من عوام الشيعة. الحلاف هذا صيغة مبالغة في الحلف. الحلاف الذي يكسر الحلف ولا يعظم قدر الله عز وجل، مم. فلأنه يستهين باسم الله تعالى، فالله تعالى جعله مهينا. أي واحد كثير الحلف يحلف باسم الله تعالى كذبا كثيرا، والله ما حصل والله ما حصل والله ما حصل، فهذا يسمى حلاف، ثم يعاقبه الله تعالى بأنه مهين لأنه يهين اسم الله ولا يعتبر به. فالحلاف عند جميع من يعقل صيغة مبالغة من الحلف. هو بيقول إن عمر حلاف لأن عمر نكث بيعة الحديبية. طب إيش علاقة نكث البيعة لو إحنا تصورنا أن ده حصل يعني بالحلف؟ دي باب وده باب. ناكث العهود بيسمى ناكث، تارك البيع والعهود والعقود والحاجات دي بيسموه ناكث أو نكاث. لو هو عمل 100 بيعة ونكثهم ورجع في كلامه يسموه ناكث العهود. لكن يسموه حلاف إزاي؟ هو البيعة فيها حلف أصلا؟ البيعات والعهود ما فيهاش حلف. مم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيعوني على كذا وكذا وكذا وخلاص والسلام عليكم. مش بيقول لهم احلفوا، مش بيحلفهم يمين دستورية زي اللي في المحكمة ولا زي اللي هيشتغل مش عارف ايه. لكن هذا المغفل الساذج يعني طبعا لجهالته التامة هو بيقول أي حاجة والسلام. يعني واحد كما يقول القائل شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. إيه دخل البقر في العراق؟ هذه سكة ودي سكة، بس أهو أي حاجة والسلام. مم. واخد بالك؟ يعني واحد يقول لك ازيك، تقول له والله امبارح كان السبت. ايه دخل ازيك امبارح كان السبت دي؟ ما تركبش. فحلاف هذه صيغة مبالغة من الحلف. فهو يقول هو حلاف لأنه نكث بيعة الحديبية. لا علاقة، هذا دليل ما يركبش على هذا الكلام إطلاقا. الحلاف ده كثير الحلف، وده عمر ما كانش بيحلف ولا حاجة ولم يثبت عنه ذلك أصلا، مم. ويأتينا بما يثبت ذلك إن كان عنده يعني حتى من أكاذيبهم الفارغة. فلا علاقة بين حلاف وناكث. ثم السؤال الثاني، يعني هذا جهل باللغة وجهل بالعقل كمان. هو الراجل ده عمر بيقول إن عمر نكث بيعة الحديبية. نكثها إزاي؟ مم. كيف يعني؟ قال لك نكث البيعة لأنه فر كما تفر الجرذان يوم حنين. طيب والله يعني احنا بس عايزين نعرف يعني مين اللي قال ان عمر فر. الذي عندنا، وهو طبعا الراجل الآن المفروض برد علينا من كتبنا، في كتب أهل السنة والجماعة، في رواياتهم لقصة حنين، أنهم نصوا على أن الناس لما انكشفوا عنه صلى الله عليه وسلم، وما فعل مالك هذا اللي هو كان رئيس بني هوازن، اللي هو عمل كمين وتخبأ للناس وكده، لما دخلوا وقابلهم بالسهام فانكشف الناس. قال وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرويه أهل المغازي عندنا كلهم والسير والأحاديث، نصوصنا كلها تقول كده، وثبت معه جماعة من كبار المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن آل البيت علي والعباس وعبد الله بن عباس، ويقال الفضل بن عباس. فهو إن كان بيعتبر أن بقاء عمر كما تقول روايتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرارا، فقد فر علي. ما عمر مكتوب اسمه جنب اسم علي عندنا في الروايات، اشمعنى خد عمر وساب علي؟ ما عمر إن كان بهذا الرواية هو بيستدل بهذا جاب منين؟ إن كان جاء بشيء من كتبهم فهي عندنا مش معتمدة، ونقول له زي ما كان بيقول في الرد بتاعه الهزيل هذا بالله واشرب ميت كما يقول العوام، احنا ما بنحتاجش بكتبكم أصلا. يعني هو كان بيقول انتوا بتجيبوا لنا كتب من عندكم تحتاجوا بها علينا، ما بنقبلهاش. وكذا نقول له إن كان جاء بأن عمر فر يوم حنين من كتبهم فنقول له بالله واشرب ميت. هي عندنا كلها كذب ودجل أنكم كذابون تستحون كذب في نصرة مذهبكم. وإن كان جابها من عندنا فمن أي كتاب. كتبنا كلها مغازي ابن إسحاق ومغازي الواقدي ورواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق ورواية ابن هشام وكتب والصحاح والمسانيد كلها. كل من تعرض لهذه الغزوة
وذكر الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ذكر على رأسهم أبو بكر وعمر. عمر ما فرش ولا حاجة. فهذا الفرار ده من تخاريفه ومن كاذباته التي يعني يستحلها ولا يستحي لا من الله ولا من نفسه ولا من الناس. وطبعا في الجزء الثاني من هماز مشاء بنميم نعم. ذكر بعض الآثار من كتبنا سنعود إليها، لكن اسمح لي أتلقى هذا الاتصال الهاتفي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك. تحياتي لحضرتك يا دكتور وسام. أهلا بيك. وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور مازن، نفعنا الله بعلمه. بارك الله فيك. وربنا يبارك في قناة الحكمة والثقف والقائمين عليها في ظل حملة الدفاع عن أمنا الطاهرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخص بالذكر حضرتك يا دكتور وسام الشيخ مجدي والأستاذ أشرف وكل من ساهم في هذه الحملة المباركة. نعم. أنا معايا أبيات بسيطة جدا ومش هطول على حضرتك إن شاء الله، يعني أتمنى أن أنا أقولها في هذه القناة المباركة. طيب تفضل سريعا. ربنا يبارك فيك. بارك الله. فأبدأ باسمك اللهم قولي، ومن يبدأ بذكر الله يسعد، وأثني بالصلاة وبالسلام على المرسل العدنان أحمد، وآل البيت والصحب الكرام، حماة الدين سيف لا يغمد، وآل البيت والصحب الكرام، حماة الدين سيف لا يغمد، وأشكو فرية من صنع قوم تزول لها سماوات وترعد، يا راميا أمنا بالفحش زورا، فشل لسان من يرمي ويحقد، يا راميا أمنا بالفحش زورا، فشل لسان من يرمي ويحقد، بطعن